مع الطفل ويحمل متاع العجوز، وتوقفه المرأة في حرارة الشمس ويقضي حاجة الفقير فإذا هو يموت، بينما هو يطعمهم قبل أن يطعم، ويسقيهم قبل أن يشرب، ويسهر ليناموا ويتعب ليرتاحوا إذا هو يموت، فكيف الخبر؟ سمع الصحابة الخبر فاجتمعوا جماعا حول المسجد، فاختلط أصوات النساء بالرجال وبالأطفال من البكاء، فأصبح زعماء المعارك وقادة ميادين المعركة وحملة الألوية يخورون كما تخور الأطفال، خالد وسعد وطلحة والزبير الذي كل إنسان منهم تاريخ. وقف عمر فما استطاع أن يقف على قدميه وسقط بين الرجال، اجتمعوا حول المسجد كأنهم غمامة تدور، وفي بكاء رهيب يتصلون بالصبر. قام عمر وأبو بكر غالبا، لم يضرب الخبر إلا أن أبا بكر في مزرعته في عوالي المدينة كان عنده مزرعة نخل يغرس هناك بمساحته، وهو الصديق الأكبر لم يدرك بالخبر. قام عمر على المنبر فسال سيفه وبينه صلى الله عليه وسلم مغلقا على الجثمان الشريف، فقال: يا معشر الناس، من زعم منكم أن محمدا قد مات ذبحته بهذا السيف. قال الصحابة: يا أبا بكر، نختار للرسول عليه الصلاة والسلام قبرا في ناحية من نواحي المدينة. فقال أبو بكر: لا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض النبي إلا دفن حيث قبض فادفنوه مكانه. وعند البيهقي أنه عليه السلام